اللي قدامكم في الصورة دي اسمها دنيا، ودنيا دي اتجوزت بدل المرة 5 مرات. لا والله. والله زي ما بقولكوا كده، وقصتها من بشاعتها هزت مصر بأكملها. ومش هنتكلم في القصة دي عن 4 الجوازات الأولانيين، احنا هنتكلم عن آخر جوازة دنيا اتجوزتها، وهي الجوازة ال5، وكانت من واحد اسمه علي عثمان، والكلام ده كان في 2021. والراجل ده كان عنده 44 سنة، وكان متجوز قبل كده، وكان بيشتغل سواق، ومعروف عنه إنه نطع بمعنى الكلمة. وفجأة يقرر إن هو يتجوز تاني على مراته، وده بحجة إنه مش لاقي نفسه ولا لاقي راحته في بيته. وللأسف يقابل دنيا ويرسم عليها دور الراجل المحترم، وإنه شقيان ومراته مطلعة عينيه، ومن كتر ما هو زهق منها عايز يتجوز عليها. دنيا دي كان عندها 27 سنة، وسنها صغير قوي على إنها تتجوز 5 مرات. وال4 رجالة اللي كانت متجوزاهم قبل كده سابتهم علشان الخلفة، ما كانتش بتخلف، وكان عندها مشاكل كتير. بس الناس كلها كانت بتشهد لها بأخلاقها، والناس كلها بتقول إنها جدعة وصاحبة صاحبتها. ونيجي بقى لليوم اللي اتجوز فيه دنيا وعلي. خلاص اتجوزوا والدنيا تمام، عاشوا في بيت بقى في نفس القرية اللي هم منها، وهم كانوا من القليوبية، مركز الخنك. ومن أول يوم يحصل جواز فيه حصل خلافات كتير جدا، ودنيا تكتشف إنه في نفس اليوم ده بيمثل عليها الرجولة. والله زي ما بقولكوا كده. وبعدها بقى بكتير تحصل خلافات بينهم كتير قوي بسبب سوء المعاملة. وطبعا لو كانت فكرت ترد عليه كان بيمد ايده عليها ويضربها. وطبعا ممكن دنيا كانت تطلب الطلاق في اي وقت، لكن كان نفسها تحقق حلمها، وحلمها ان هي تبقى ام. وكان نفسها ان الجوازة ال5 دي تنجح وتعدي، وبعدها تعدي الايام والشهور، والمشاكل عمالة تكبر بينهم برضو هما الاتنين. بس من هنا بقى تبتدي المشاكل تكبر أكتر، لأن دنيا اتمسكت بحلمها قوي، وحلفت إنها لازم تخلف، ولأنها كانت عارفة ومدركة إن الخلفة بالنسبة لها شيء صعب جدا، فما كانش قدامها غير إن هي تروح وتعمل حقن مجهري. وكانت عارفة كويس إن العمليات دي بمبالغ مالية كبيرة، وطبعا علي إيدك منه والقبر مش هيديها جنيه، لأن زي ما احنا ذكرنا في أول القصة إنه نطع وقاعد في البيت على طول، وهي اللي بتنزل تشتغل وتصرف عليه. والعربية اللي كان شغال عليها سابها خلاص، وبقى قاعد في البيت ال24 ساعة بياخد مصروفه من دنيا، واعتمد عليها بشكل أساسي إن هي دي اللي هتصرف عليه. وطبعا دنيا مستحملة على أمل إن الجوازة دي تنجح وتكمل معاها حتى لو هتيجي على نفسها. وما كانش بيجيلها على طول، علي كان قاعد مع مراته الأولانية، وكان بيجيلها على فترات متقطعة، وكل اللي كان شاغل دنيا إنها بس تخليها معاه لحد ما يعملوا العملية، وبعد كده تتطلق منه. هي أصلا هو مش لازمها في حاجة، وكده كده وجوده زي عدمه. وكان نفسها بأي شكل من الأشكال إن ربنا يحقق لها حلمها وتبقى أم. وطبعا علشان تعرف تحوش تمن العملية اشتغلت بدل الشغلانة 5000 شغلانة، وتعمل جمعية من هنا على جمعية من هنا لحد ما لمت 40,000 جنيه. وفوق كل ده وده بتصرف على جوزها وبتصرف على نفسها. جوزها في الأول كان رافض إن هو يخلف أساسا تاني، لأنه معاه عيال من الست الأولانية، وطبعا قدامها ما كانش معترض ولا حاجة. وطبعا بعد ما جمعت الفلوس المطلوبة وكل اللي هي طالباه منه إن هو بس يروح معاها عند الدكتور، وفعلا علي وافق كتر خيره وعمل كده فعلا، وراحوا مع بعض عند الدكتور. وهم قاعدين قدام الدكتور اداهم شوية تعليمات، ومن أهم التعليمات اللي هو اداها لهم إن لازم دنيا تنام على ظهرها لمدة 3 شهور الأولانيين، وده طبعا علشان الحمل يثبت العملية تنجح. وطبعا في الحالة دي دنيا مش هتشتغل، فالكلام ده ما يعجبش النطع بتاعها، وازاي ان هي هتقعد 3 شهور ما تشتغلش، ومين هيصرف على البيت وعليه. وعلشان دنيا ما تزعلش قعد يتكلم معاها انها لسه صغيرة والعمر لسه قدامها طويل، وطلب منها ان هي تأجل الخلفة شوية، او تأجل بمعنى اصح الموضوع ده شوية على ما يرتب اموره ويضحك عليها ويشتغلها، يعني بالمعنى الاصح، ويقول لها ان هو عايز يلاقي شغل علشان ينزل يشتغل ويبقى هو المسؤول عن البيت مش هي. وطبعا كل اللي هو بيفكر فيه من الناحية التانية انه ازاي يعرف ياخد منها ال40,000 جنيه اللي هي كانت محوشاهم. وكل اللي انا بحكيلكوا عليه ده كان قدام الدكتور، وكانوا لسه ما نزلوش من عنده. ولأول ما نزلوا من عند الدكتور
حصلت بينهم مشكلة كبيرة جدا، وقعد يهدي فيها لحد ما وصلوا البيت، وعرف ازاي يضحك عليها ويقنعها، وهي صدقته للأسف. وقعد معاها يوم والتاني والتالت لحد ما اكتشفت انه بعد شوية سرق الفلوس كلها اللي هي كانت محوشاها طبعا بتاعة العملية، وصرفها على نفسه ومراته التانية. ووقتها تحصل خناقة كبيرة جدا بينهم هما الاتنين، وأخيرا صحيت من الغيبوبة اللي هي كانت فيها وتطلب الطلاق للمرة الخامسة. بس هو طبعا الكلام ده جرحه جدا، ازاي يطلقها؟ طب مين يصرف عليه؟ مين يصرف على مراته التانية وعياله؟ ولحد هنا بقى أنا مش فاهمة هي كملت معاه سنتين كمان ليه. وتحصل بقى المشكلة الكبيرة اللي كانت في 2023، ودي بقى أخيرا اتدخل لها حد من عيلتها، واللي كانت اتدخلت والدتها علشان تصلح بينهم. يا ستي كنت سبتيهم يتطلقوا، وفعلا تنجح في كده، وفعلا صلحتهم على بعض هما الاتنين. وأول ما تنزل من عندهم تحصل تاني الخناقات والمشاكل أكتر وأكتر.